التعليقات كلها دايت دودو دايت دودو، وازاي اتحولت من الشكل ده للشكل ده. في 10 حاجات دودو بنفسها هتقول لكم عليها لو موجوده في دكتور الدايت بتاعك اهرب على طول. لو اول ما رحت للدكتور التغذيه بتاعك قال لك خد ادويه وخد حقن وانت اصلا مش محتاجها، لو فكر ان هو يديك اي حقنه ايا كان هي ايه من غير ما تحلل، لو طلع لك من الدرج بتاعه كده ورقه واداها لك وقال لك هو ده الدايت اللي هتمشي عليه، لو مش كل فتره غير لك الدايت اللي انت ماشي عليه اهرب على طول. لو بيتعامل معاك بالخرزانه لو انت بوظت الدايت في يوم اهرب على طول. لو هو مش عارف انت ايه الحاجات اللي انت بتحبها وايه الحاجات اللي انت عاوزها وحطها لك في النظام اللي هو عامله لك، امشي على طول، لانك انت كده كده هتبوظ الدايت وهترجع للحاجه اللي انت عاوزها. لو كل ما تجيب له اسم دواء وتقول له انا عاوز اخده يقول لك خده عادي، اهرب على طول. لو هو مش عارف ايه احتياجاتك وايه اللي انت محتاجه اهرب على طول. لو انت ما بتتابعش مع دكتور روضة سالم اهرب على طول.